ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده بقى جايه لكم بوصفه جميله قوي، هي وصفه يمنيه. طبعا الحرق على الاكل برضو كل يوم، فانا هعمل النهارده اكل شعبي كده. هعمل الوصفه دي اللي هعملها قدامكم، وهعمل ملوخيه، وهعمل طبق مسقعه. يعني الاكل الحلو اللي بعيش ده. زهقنا بقى كل يوم هنعمل ايه والكلام ده. الوصفة ديت وصفة يمنية، عاملة زي عندنا كده زي الشكشوكة، أو عاملة زي العجة. هي هنشوف دلوقتي احنا هنعملها ازاي بطريقة جميلة قوي. ويلا تابعوني ويلا بينا. أنا هنا حطيت زبدة على زيت، سايباهم هم الزبدة بس تسيح كده بالشكل ده. عندي دول بقى، دول 3 بصلات متوسطين، وعاملاهم بالشكل ده اهو. مخرطاهم كده، انزل بيهم بقى على الكلام الجميل ده واقلب. حاول كده كل يوم نشوف احنا هنعمل ايه، وجايز اكون بديكم برضو افكار علشان الحيرة اللي بتبقى كل يوم عن الاكل دي. ايه يعني نعرف احنا ممكن نعمل ايه، يجي في دماغنا اكل نقوم نعمله كده. هفضل بقى معاه كده لحد ما يتبرد. عندي البصل اهو، نجيب الخالص بالشكل ده اهو. هعمل ايه بقى؟ هنزل بمعلقتين صلصة اهو كده كده، وهقلب. معلقتين صلصة كده اهي. وصفة جميلة قوي، وعلى فكرة ما بتاخدش وقت. وممكن انت بقى جنبها تعملي بتنجان، تعملي اكل بقى اللي هو الاكل العادي اللي بيبقى بعيش، طبق ملوخية، حاجات من دي، وتبقي قضيتي يومك بدل الحيرة. او لو انت مستعجلة مثلا، او كنت بره قمت من النوم متأخر، تقومي عاملة حاجة على السريع كده. وتنفع على فكرة عشاء كمان، يعني تنفع غدا، تنفع عشاء، فطار، اللي يريحك بقى. حطيت دلوقتي معلقتين صلصة، وبعد كده هحط طماطم متقطعة وفلفل، طماطمتين متقطعين وقرن فلفل كبير. عاوزة تحطي قرن فلفل حامي براحتك، دي كده ايه عاوزاه. تحب الاكل حامي او حراق حطي اه. هحط بقى البهارات اهي: ملح، فلفل، كمون، كاري، كزبرة ناشفة، اي بهارات حطيها اهي، اي بهارات عندك.
او اي بهارات انت بتحبيها في الاكل حطيها. اهو مش عايزه اقول لكم الريحه تحفه، ريحه جميله قوي. انا هسيب بقى الكلام الجميل ده على النار كده شويه، وهوطي البوتاجاز واسيبه شويه لما يندمج كده مع بعضه، ونشوف هنعمل ايه. غطيت عليها شويه لحد ما الكلام الجميل ده دبل كده واندمج مع بعضه كده. هعمل ايه بقى؟ هفقش بقى. شوفوا بقى عدد افرادكم وفقشي على حسب البيض، يعني 4 بيضات او 5 بيضات. اهي كده اهو. وهسيبه بقى الجمال ده، هسيبه لما يستوى خالص اهو كده، ياخد راحته خالص اهوت. اغطيها برضو واسيبه براحته خالص لحد ما البيض يستوى ويبقى تمام، وبعد كده نرجع نخلص بقى الوصفه. اهي البيض استوى وكله بقى تمام. شوف جمال جميله اهي. هاجي هنا بقى جبنه كريمي وهنزل عليها كده اهي. اي نوع جبنه كريمي بقى عندك وعيشي بقى اهي. كده اهي. جميله 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 تحفه. جبنه كريمي بقى اضربيها وقومي نازله ايه بيه. وعندي هنا زعتر اهو اهي. شفتوا الجمال تحفه. وصفه جميله ما خدتش وقت. مواصفاتها كلها موجودة عندنا على السريع. لو انا مستعجلة تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع غدا، براحتك انت بقى. هسيب برضو الجبنة تاخد وتدي معاها كده اهيت. جميلة قوي. عندك بقى كزبرة حطيها، عندك شبت زيني بها الوش، وهوريكم الشكل النهائي بجماله بيبقى عامل ازاي. نهائي اهو بعد ما الجبنه الكريميه سبتها عليها شويه اهي. شفتوا الجمال؟ شفتوا؟ جميله جميله جميله، شكلها جميل قوي. دي الوصفة اللي كانت النهاردة معانا. وصفة جميلة وسهلة، هي وصفة على الطريقة اليمنية. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تشرفوني بالاشتراك في قناة ماما ويوسف. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.